السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهارده فيديو جديد، روتين جديد. روتين النهارده مشجع جدا جدا. طبعا كنت من كام فيديو قبل رمضان كنت عملت معاكم تنظيف الدولاب وان احنا بنروقه ونرتبه وكده. طبعا من قبل يعني انا ما عملتش الحاجات دي في العيد، يعني زي ما بقول لكم كده من قبل رمضان، فدلوقتي عدى عليه مثلا حوالي شهرين. فحلو جدا. طبعًا يعني علشان برضه بنستخدم كل يوم الدولاب ونطلّع هدوم وندخّل هدوم، فبالتالي بقى إيه، الدنيا كانت متكركبة خالص، فقُلت بقى كده إيه، أشجّع نَفْسي وأقوم أعمل كده الفيديو وأورّيكم بقى هو كان عامل إزاي وبعد ما نخلّصه هيبقى إزاي. طبعًا إحنا الأيام دي خلاص بقى خلّصنا الصيفي، خلّصنا الشتوي قصدي وبنخرّج الصيفي وكده. أنا أصلًا كنت مخرّجاه من زمان، بس لسه في بقى حاجات موجودة يعني في الدولاب وكده، فهنشيلها ونضبّط كل الأوضة كده مع بعض. عايزة اللي بيدخل قناتي لأول مرة وما اشتركش عندي في القناة يشترك على كلمة اشتراك وفعل زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل له اشعار بيه ويتفرج على الفيديو ان شاء الله. اهلا وسهلا ومرحب بكل الناس الجديده اللي انضمت عندي جديد في القناه، نورتوني وشرفتوني. وجودكم كالعاده على راسي من فوق. حطوا كده لايكات للفيديو في بدايه الفيديو وصلوا على النبي واستغفروا ربنا سبحانه وتعالى. وقولوا اي ذكر كده، ولو عندك اي حاجه لسه ما عملتهاش او انت قاعده مكسله شوفي كده الفيديو وتشجعي وتنشطي كده وقومي ايه خلصي اللي وراكي. بُصّوا بقى، كانت الهدوم ديّة على السرير ليه بقى؟ لإن أنا كنت إيه، يعني كنت مودّياها يعني للخياطة علشان تعملها لي، فكانت كل الهدوم دي كلّها كده كانت موجودة على السرير عشان كانت بتتضبّط. اللي كان طويل بقى كنا بنتنيه واللي كنا بنضبّطه وكده. فطبعًا بقى بالمرّة قُلت إيه، بدال أنا هاعملهم والأوضة طبعًا مقلوبة زي ما أنتم شايفين كده، نرجّع كل حاجة مكانها، يعني بس بقى تبقى على نضافة يعني وبترتيب. تمام. طبعًا الفيديو حلو جدًا وهيبقى ماشي معاكم بالخطوات، يعني أنتم هتشوفوا. هاشجعكم إن شاء الله خلال الفيديو ده، بس صلّوا على النبي. وكمان دي عباية أمي الله يرحمها ويحسن إليها يا رب العالمين. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يا رب العالمين، هي وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. آمم، كمان هنعمل النهارده غدا اقتصادي حلو أوي، مش مكلِّف. هنعمل مكرونة وبطاطس محمّرة، يعني كانت مسلوقة وبعد كده هنحمّرها بعد ما تتعمل يعني. وكمان اللهم صل على سيدنا محمد، هنغسل بقى المواعين ونشطّب المطبخ، يعني روتين حلو أوي. طبعًا بقى إيه، زي ما باقول لكم كده هنعمل كل الحاجات دي، لكن هنتكلم النهارده عن موضوع حلو جدًا، نستفاد من خلال المشاهدة، نستغل بقى الإيه، الوقت بتاع سماع الفيديو كده. نسمع حديث، نصلّي على النبي. عايزة برضه أذكّركم كده علشان الفيديو ساعات بننسى وبندخل في تفاصيل. ادعوا لإخواتنا في غزة وفلسطين، ربنا يرحم شهدائهم ويثبّت أقدامهم وينصرهم نصرًا عزيزًا عاجلًا غير آجل، اللهم آمين. وادعوا طبعًا لأمي بالرحمة والمغفرة وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. حافظوا على وردكم من الأذكار ووردكم من القرآن الكريم، علشان تطلعوا من يومكم بأكبر استفادة. النهارده هنتكلم عن موضوع اسمه موضوع الرحمة. طبعًا إحنا عارفين معنى الرحمة إن أنت يبقى إيه، يعني إيه، لين في القلب، يعني عندك كده رحمة بتعطف على الصغير، بترحم الكبير. أنتم فاهمين؟ لكن تعريفها بقى في اللغة العربية هي رقة في القلب بها يألم الإنسان لمصاب كل مصاب ويفزع لقضاء حاجة كل محتاج، فيرحم الصغير ويعطف على الفقير ويساعد المحتاج ويطعم المسكين ويرق للضعيف ويشفق على المبتلى ويفرج كرب كل مكروب. تمام. يعني كل ما تلاقي حاجة من الحاجات ديّة يبقى، أو الإنسان يعمل حاجة من الحاجات ديّة يبقى عنده رحمة. طبعًا ربنا سبحانه وتعالى جعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أكنها رحمة للعالمين، قال تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين". وطبعًا كل سور القرآن الكريم مفتتحة كلها بحاجة واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمة هو اسم، أو الرحمن اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لمّا يعني جه يقسّم الرحمة، يعني وزّع بيننا كده في الدنيا كل الرحمة اللي بيننا ديّة في واحدة بس، وربنا سبحانه وتعالى اختص ب99 رحمة عنده هتبقى يوم القيامة إن شاء الله. وربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، قال تعالى: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فربنا سبحانه وتعالى أرحم بعباده، يعني أو هو رحمن رحيم بعباده. طبعًا لمّا الواحد بيحصل له أي ابتلاء، أي حاجة، فدايمًا يقول إيه، يعني في ناس بتجزع وتقول إيه اشمعنى أنا، أستغفر الله العظيم، مش عارفة كده يعني. لكن هو ما يعرفش إن الابتلاء ده رحمة ليه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى خفف عنه حاجة كان ممكن تحصل له أكبر من كده. فدايمًا ربنا سبحانه وتعالى ر ل إيه، لطيف ورحيم بعباده.
تعالى أقول لكم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: جعل الله سبحانه وتعالى الرحمة 100 جزء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: جعل الله تعالى الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية تانية الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: إن الله تعالى إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وسيدنا عمر بن الخطاب طبعا رضي الله تعالى عنه بيقول إيه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي. السبي دول الناس اللي كانوا بياخدوهم من الغنائم يعني بعد الحرب يعني. فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها وأرضعته. فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. قال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وربنا سبحانه وتعالى لما يعني عمل الرحمة دي قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور جدا بيقول ايه: من لا يرحم لا يرحم. اللي مش بيرحم الناس ربنا سبحانه وتعالى مش هيرحمه. وقال برضو في حديث تاني ايه: يعني اللي جاب الحديث: الرحماء او الراحمون يرحمهم الرحمن ويدخلهم الله سبحانه وتعالى في جنته ويرضى عنهم. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: اهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مسقط موفق، ورجل حكيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ماشي. فمن اهل الجنة رجل رحيم رقيق القلب. وطبعًا الرحمة ديّة ليها أبواب وحاجات كتير، يعني مش مجرد إن أنت بترحم الإنسان اللي قدّامك أو ترحم حد صغير أو محتاج أو ضعيف أو كده، لأ ده في مثلًا ممكن في عندنا رحمة بالأبوين لمّا أمك وأبوك يكبروا أو سواء وهُم برضه لسه صغيرين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا. فطبعًا أمك وأبوك تعبوا عليك طول السنين دي كلها، فلازم يبقى طبعًا اتجاههم يبقى أول هم أولى الناس بالرحمة ديّة. تمام؟ طبعًا تاني حاجة الرحمة بالصبيان. تمام. كان سيدنا أبو هريرة بيقول إيه: النبي صلى الله عليه وسلم قبّل الحسن بن علي، يعني سيدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب. الرسول صلى الله عليه وسلم قبّله يعني باسه، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبّلت منهم أحدًا، فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. يعني إيه؟ استغرب النبي بس اللي هو ابن بنته، فبيقول له: ده أنا ليّا 10 ما قبّلتش يعني ما بوستش واحد منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له إيه: من لا يرحم لا يرحم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتجاوز في الصلاة عندما يسمع بكاء الصبي، يعني لمّا كانوا بييجوا يصلّوا وراه ويسمع حد من الصغيّرين بيعيّط، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز في صلاته، يعني يخفِّف فيها علشان قلب الست اللي بتصلّي يعني ما يبقاش مشغول بابنها يعني وهو بيعيّط. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تمام. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعًا يعني ما فيش زي النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى كل الأنبياء يوم القيامة هيقولوا نفسي، نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم هيقول أمتي، أمتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكان دايمًا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: استوصوا بالنساء خير، فإن المرأة خُلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيّمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خير. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وخياركم خياركم لنسائهم. وقال آآ وكان سيدنا أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، الصوت ده يعني الكرباج يعني، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم ذلك الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من هذا الغلام. فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى. فقال أو أما لو لم تفعل ذلك لفحتك النار. يعني ايه النار كانت هتلفحك. فالرحمة طبعا لازم الناس تبقى عندهم. وطبعا الرحمة بكبار السن، وأداء مصالحهم. لو شفت حد كده محتاج أي خدمة تعملها له. الرحمة بالأيتام، لو حد جنبك يتيم، مش واحدة أرملة، مطلقة، أيا ما كان حد يقضي لحد تاني مصلحة، فطبعا يحاول على قد ما يقدر يعملها. كمان عندنا الرحمة بالبهائم أو بالحيوانات. طبعا في أحاديث شريفة كتير جدا، منها الحديثين مشهورين: بينما كان رجل يمشي في طريق إذا اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، وخرج فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال صلى الله عليه وسلم، أو فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفاه، ثم أمسك بفيه، يعني بالكلب يعني، ثم ركى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. تمام. وعارفين طبعا الحديث بتاع اللي هي ايه: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها أو حبستها، فلم هي تطعمها ولم هي تدعها تأكل من ايه، من خشاش الأرض. فالرحمة بالحيوان ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيها. كمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقوله تعالى برضو: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني سبحان الله، الرحمة دي حاجة حلوة جدا. أنا نفسي أكمل معاكم بس خلاص، يعني أنا يعني الفيديو بيخلص، حتى مش عارفين نطول في الكلام، لكن إن شاء الله حتى انتوا كده فهمتوا لو ما كملناش الباب ده يعني، او الحديث في الموضوع ده. لكن احنا اتكلمنا عن حاجة برضو مهمة جدا: اللي يقدر يساعد غيره. يعني حتى الواحد يتعاطف مع اللي قدامه. مش لازم الواحد يبقى يعني قلبه حجر زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، لا. يعني على قد ما نقدر كده نرحم بعضنا، الكبير يرحم الصغير، والصغير يحترم الكبير، وهكذا. طبعا الفيديو بتاعي كده خلص النهارده. لحد ما اشوفكم في فيديو تاني، عايزاكم كده تشجعوني وتحطوا كده لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع ويكبر، يوصل لاكبر عدد من الناس. وطبعا مش هذكركم تاني ان انتوا بتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم خلال يومكم كده، وتدعوا لنا دعوه حلوه في الكومنتات. ربنا يصلح حالكم وييسر اموركم، اللهم امين. ويحقق لكم كل ما تتمنوه واكتر يا رب العالمين. الفيديو خلص، ولحد ما اشوفكم في فيديو تاني استودعكم الله. السلام عليكم.